السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبار البورصة 27/4/2026. بسم الله الرحمن الرحيم. القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 37 مليار بجلسة يوم الاثنين. بورصة مصر تواصل مكاسبها بالختام فوق مستوى 52,700 نقطة رغم عطل فني مؤقت. أبشر للاستثمارات تتخرج من العربية للهندسية بصفقة قيمتها 32,300,000. نبص كده على تفاصيل الخبر ده بسرعة. بعد شركة أبشر للاستثمارات العامة كامل حصتها في رأس مال شركة العربية للصناعات الهندسية. وقامت أبشر للاستثمارات ببيع 12,000,000.57 سهم كامل حصتها في العربية للصناعات الهندسية والبالغة 5.66% من رأس مال الشركة. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 32,000,000.36، متوسط سعر 2 جنيه 57 قرش للسهم الواحد بحسب الشركة المنفذة بيلتون لتداول الأوراق المالية في إفصاح للبورصة مصر اليوم الاثنين. يبقى أبشر تخرجت من العربية الهندسية. ماشي. وبالمالية تتقدم بمستندات تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة. أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تقدم شركة أوبي المالية القابضة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص بها وكذلك رأس المال المصدر والمدفوع. وأوضحت البورصة في بيان يوم الاثنين أن مستندات الشركة تضمنت تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 1,463 إلى 1,434، ويأتي هذا التخفيض بقيمة 29 مليون جنيه، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة يبلغ عددها 94 مليون سهم. 29 مليون جنيه ده حاجة يعني برضو مش كبيرة قوي. ماشي. البورصة تحدد سعر فتح حق اكتتاب المركز الطبي الجديد. المركز الطبي الجديد تحديد سعر فتح حق اكتتاب المركز الطبي الجديد عند 31 جنيه 34 قرش. 31 جنيه 34 قرش. أعلنت لجنة العمليات بالبورصة المصرية الضوابط المنظمة لتداول حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد، والمقرر بدء تداوله منفصلا عن السهم الأصلي اعتبارا من يوم الخميس المقبل. وأوضحت البورصة في بيان اليوم الاثنين أن سعر الفتح للحق في أول يوم تداول الموافق 30 إبريل 31 جنيه 34 قرش الحق الواحد. وأضافت أن حدود السعرية للحق سيتم حسابها على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول. وأشار البيان إلى أن القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جنيه حتى نهاية الفترة التي يتم التداول فيها الحق منفصلا. كما حددت القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلا عند 150,000 جنيه. ومقرر أن يتم تداول الحق منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من 30 إبريل حتى 1 يونيو، لمدة شهر يا جماعة، من 30 إبريل حتى 1 يونيو. ونوهت البورصة بأنه سيتم إضافة قيمة الحقوق المتداولة إلى قيمة الأسهم الأصلية عند حساب نسبة التعامل بالهامش، وذلك طول فترة تداول حق، شريطة أن يكون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المختصة عليها. كده المركز الطبي وحق الاكتتاب بتاعه ماشي. البورصة المصرية تعلن إعادة التداول بعد عطل مؤقت.
الثلاثين يعزز مكاسب قرب حاجز 52,900 نقطة مع استئناف التداول بعد عطل مؤقت. البورصة المصرية تعلن عن وجود عطل فني مفاجئ وتأثير بعض الخدمات مؤقتا. طيب، رغم نمو المبيعات أرباح جو جرين تتراجع هامشيا في 2025. سهم رايا الاتصالات بين استمرار الصعود واختبار مقاومة محورية. ايجي ترانس تقترح توزيع كوبون نقدي رغم تراجع أرباحها السنوية. نشوف كده تفاصيل الخبر بسرعة. أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل ايجي ترانس مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025. وأوضحت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر اليوم أن المجلس وافق على مشروع توزيع أرباح نقدية بواقع 35 قرش للسهم الواحد، وذلك على دفعتين، الأولى 20 قرش في أغسطس والثانية بقيمة 15 قرش في أكتوبر، وذلك رهنا بموافقة الجمعية العامة للشركة. ويأتي مقترح التوزيع رغم تراجع صافي الربح المجمع للشركة خلال 2025 بنسبة 36%، حيث سجلت 129,000,000,000.7 مقابل 204,000,000.56 للعام السابق. وعلى صعيد الإيرادات، حققت الشركة قفزة تتجاوز حاجز ال1,000,000,000 جنيه، مسجلة 1,000,000,000.22% خلال 2025 مقارنة بنحو 736 مليون جنيه في 2024. يعني الإيرادات زادت بس الأرباح قلت عن العام الماضي. وهيوزعوا ايجي ترانس المصرية لخدمات النقل. ماشي، اوكي. سهم دايس يواصل الأداء الإيجابي وسط ترقب لاختبار المقاومة. 11 مايو نهاية الحق في توزيع كوبون إيديتا. أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن تفاصيل وموعد صرف الأرباح النقدية للمساهمين في إفتتاح مرسل لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنها قررت توزيع الكوبون رقم 24 يوم الخميس 14/5. وأضافت الشركة أن الحق في التوزيع النقدي ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. طيب، ده الحق هيبقى يوم 11 مايو 26. ماشي، اوكي. رغم تجاوز الإيرادات 1,200,000,000، أرباح ايجي ترانس تتراجع 37%. ماشي. ارتفاع مؤشر بورصة مصر بالتعاملات الصباحية. الثلاثين يتماسك عند 52,400. استقالة حازم موسى من رئاسة مجلس إدارة كونكريت المالية القابضة. أرباح مطاحن مصر الوسطى تتراجع 12% خلال 9 أشهر رغم نمو الإيرادات. ارتفاع خسائر العامة لمنتجات الخزف 40% خلال 9 أشهر من تراجع الإيرادات. تابعة لفور تحصل على تمويل 250 مليون جنيه من الأوروبي لإعادة الإعمار. انطلاق اكتتاب زيادة رأس مال جنوب الوادي وبدء التداول الحق النهاردة. صح، النهاردة الاثنين. طيب، ماشي. تشهد جلسة البورصة اليوم الاثنين بدء الاكتتاب النقدي وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لشركة جنوب الوادي لأسمنت في أسهم زيادة رأس المال. وتبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من اليوم 27/4 وتنتهي بنهاية جلسة يوم الأحد 10/5. كما يبدأ الاكتتاب النقدي من اليوم 27 تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 13/5. ويستهدف الاكتتاب زيادة رأس مال الشركة المصدر من 2,000,000,000.41 إلى 4,000,000,000.82 بزيادة قدرها 2,000,000,000.41 موزعة على 282 مليون سهم.
ويتم الاكتتاب لقدام المساهمين بالقيمة الإسمية البالغة 5 جنيه للسهم الواحد وبدون مصاريف إصدار. ويشير أن دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل المستشار المالي المستقل شركة بي دو أو كانت قد حددت القيمة العادلة للسهم عند مستوى 5 جنيه 68 قرش بنهاية ديسمبر 2025. جنوب الوادي للأسمنت. اليوم نهاية الحق في كوبون 5 شركات مقيدة بالبورصة. النهاردة نهاية حق شهدت البورصة المصرية بنهاية جلسة تداول الاثنين نهاية الحق في التوزيع النقدي للمساهمين في 5 شركات مقيدة على أن يبدأ صرف التوزيعات أو الأقساط الأولى منها لجميع الشركات المذكورة اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 إبريل. وجاء تفاصيل التوزيعات النقدية للشركات الخمسة: المصرية اتصالات هتوزع 1.5 جنيه السهم الواحد، سماد مصر هتوزع 3 جنيه 83، المصرية الدولية للصناعات الغذائية إيبكو هتوزع 3 جنيه ونص، المياه الصناعية المصرية 2 جنيه، زهراء المعادي ربع جنيه. ماشي. الرقابة المالية توافق توسيع للتقسيم على بدء المرحلة الثانية للاكتتاب. البورصة تعلن نهاية حق وموعد وتوزيع كوبون الإسكندرية تداول الحاويات. الشركة الوطنية ترفع رصيدها من أسهم الخزينة إلى 1,076,000 سهم. كده يبقى احنا غطينا جميع أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم.